امبارح نزلت لحضراتكم فيديو بتكلم فيه عن لعبة نازلة من منصة باينانس وانك ممكن تكسب منها 5 قطع BNB. منصة باينانس نزلت لعبة عبارة عن محاولات بتيجي لحضرتك على حسابك في باينانس، سواء حساب جديد او حساب قديم عادي مفيش اي مشكلة. من خلال المحاولات دي بيكون عندك فرصة انك تكسب 5 قطع BNB من منصة باينانس عاملاها لمجرد ان حضرتك بتضغط على زرار. والحمد لله الفيديو وصل لناس كتير وناس كتير اشتركت في المسابقة، لكن انا عملت الفيديو ده عشان اشرح لكم المسابقه مره تانية واضيف بقى تعليمات جديده، لان في اسئله جات لي كتير على التعليقات ان احنا عايزين نزود الفرص بتاعتنا او ازاي اصلا نزود الفرص بتاعتنا من خلال اللعبه دي وناخد محاوله واثنين وثلاثه وعشرة. فده اللي مخليني اعمل الفيديو ده، فركز معايا عشان اشرح لك بالتفصيل لو انت ما شفتش الفيديو بتاع امبارح ازاي تشارك في المسابقه اللي عاملاها منصه باينانس وازاي تكسب انت لوحدك 5 قطع BNB. القطعه دلوقتي عامله تقريبا 550 او 540 دولار، يعني بتتكلم في اكتر من 2500 دولار. لو ليك نصيب فيهم ان شاء الله تشترك، والموضوع مش محتاج منك اي مجهود يعني. وزي ما قلت لك لو انت ما عندكش حساب على منصه باينانس سجل حساب جديد، عندك حساب قبل كده اشتغل بيه مفيش اي مشكله. كمان انا جاي اقول لكم النهارده ان منصه باينانس قريب جدا هتطلق بوت للتليجرام، بوت لربح عمله على التليجرام، اللي بعد كده ان شاء الله بنسبه 100% هيتم طرح العمله دي في منصه باينانس. فانا هكون سايب لك في وصف الفيديو رابط البوت ورابط مسابقه النهارده الخاصه بعمله BNB وانك ممكن تكسب 5 قطع BNB زي ما قلت لك. بالنسبه للبوت اشتغلوا عليه كويس جدا، لسه البوت ما تمش اعلانه بشكل رسمي لكن انا جبته لك رسميا من منصه باينانس، هتلاقي الرابط بتاعه في الوصف. اشتغلوا على البوت، العبوا اللعبه اللي في البوت بشكل مستمر عشان تجمع اكبر عدد ممكن. طالما منصه باينانس دخلت في موضوع الابوات ده فتاكد تماما انه هيكون افضل بوت والربح بتاعه هيكون اكتر من اي بوت تاني. هتلاقوا رابط المسابقه الخاصه بالBNB في الوصف ورابط بوت تليجرام الخاص بمنصه باينانس في الوصف. البوت ممكن ما يفتحش معاك على طول، لسه زي ما قلت لكم ما تمش الاعلان عنه، فعشان في ضغط عليه فانت حاول مره واثنين وثلاثه لحد ما يشتغل معاك البوت. يلا بينا نروح لجهاز الكمبيوتر ونعرف مع بعض المسابقه الخاصه بالخمس قطع BNB. اهلا بيكم يا شباب، دي اللعبه اللي انا بتكلم عليها وطريقه اللعبه سهله جدا. كل اللي بيكون مطلوب منك لما بيكون عندك محاولات، يعني انا عندي هنا دلوقتي محاوله واحده، اللي بيكون مطلوب منك انك تضغط على الزرار ده ولازم ال60 ثانيه او 60 ثانيه ينزلوا لحد الصفر بدون ما يجي واحد تاني ويضغط على الزرار. اللي هيعمل ده من غير ما حد يقطعه هياخد 5 قطع BNB سعرها دلوقتي 541 دولار. اللي هيضغط على الزرار والعداد ده يفضل ينزل لحد صفر، ينزل لمده دقيقه من غير ما حد يقطعه ويجي يضغط على الزرار، هياخد 5 قطع BNB. ازاي اشارك في المسابقه؟ الموضوع بسيط جدا. دي اللعبه يا شباب بشكل رسمي اهي، وهقول لك ازاي كمان تزود فرصك اهي. لعبه باينانس، عدت لعبه باينانس او لعبه زر باينانس، اضغط على الزر وكون بالعد التنازلي لحد الساعه 0. انضم الى لعبه باينانس واعمل العد التنازلي لحد الساعه 0 واكسب 5 BNB. طبعا المسابقه دي شغاله من النهارده لحد يوم 27/9. تمام. تعال بقى اقول لك ازاي نزود الربح بتاعنا. لما بتدوس على المسابقه هسيبها لك في الوصف، انكر واربح، هيفتح معاك رابط المسابقه. ممتاز جدا. هنزل لتحت كده بقى بيقول لي جيت مور اتمبتس، يعني احصل على فرص زياده. حلو قوي. اولا شير ويز يور فريندز، يعني حضرتك لما بتعمل احاله لصديق ليك بتقدر تحصل على محاوله. طب انا ما عنديش اصدقاء ومش عارف اعمل حاجه ولا اشير لمين، اعمل حساب تاني من خلال حضرتك على موبايل تاني بالداتا بتاعت التليفون وسجل في الحساب ده وتاخد فرصه جديده. يبقى انت هتعمل حساب جديد بس لازم توثق الهويه طبعا في الحساب الجديد من خلال اي حد من قرايبك. بعد كده انت كل يوم لما هتدخل هتاخد محاوله جديده لحد يوم 27/9. انت ليك كل يوم محاوله مجانيه مجرد بس ان انت تخش في حسابك على باينانس وتدخل للمسابقه. هنا بيقول لك اعمل احاله لاصدقائك. لما تعمل احاله لاصدقائك هيجي لك برضو فرصه، المهم ان هم يكملوا الKYC اللي هو توثيق الهويه. طيب نيجي بقى للمحاولات السهله جدا واللي مش محتاج تعمل فيها احالات. ديبوزيت اتليست 100 دولار، يعني حضرتك تعمل ايداع 100 دولار في حسابك على باينانس، هتاخد بيه فرصه تضغط على الزرار لما تعمل ايداع ب 100 دولار على حسابك في باينانس. طيب ايه تاني؟ اعمل تريد، اعمل حجم تداول بقيمة 300 دولار في السبوت. اعمل حجم تداول بقيمة 300 دولار في التداول الفوري في السبوت علشان تاخد محاولتين اهو. هتاخد محاولتين في انك تضغط على الزرار. بالمناسبة صحيح الايداع في المنصة ب 100 دولار هيديك محاولتين، يعني مش هيديك محاولة واحدة، لا الايداع في المنصة هيديك محاولتين. وانك تعمل حجم تداول ب 300 دولار هيديك برضه محاولتين. اعمل حجم تداول ازاي؟ هل لازم يكون معايا 300 دولار؟ لا مش لازم. حضرتك اهو من منصة باينانس هتخش على التداول الفوري، تأكد ان انت في التداول الفوري وبتشتري ب 100 دولار وترجع تبيع
وترجع تشتري وترجع تبيع، يبقى انت كده عملت حجم تداول ب 400 دولار مش ب 300. يعني كل حركه سواء شراء او بيع بتضاف على حجم التداول بتاعك. يبقى انا لو عملت حجم تداول تراكمي بقيمه 300 دولار هاخد برضو فرصتين على اللعبه. طيب ايه تاني؟ بيقول لك لو عملت حجم تداول بقيمه 500 دولار في الفيوتشر هتاخد فرصتين. طبعا انا ما بقولش حد يشتغل في الفيوتشر، انا ما بشتغلش في الفيوتشر ولا بشرح فيوتشر. بعد كده بيقول لك لو انت عملت تحويل لعمله بقيمه 200 دولار هتاخد برضو فرصتين. لو انت عملت تحويل لعمله بقيمه 200 دولار هتاخد فرصتين. ايه التحويل ده يا شباب؟ التحويل ده نيجي هنا في التداول هتلاقي حاجه اسمها تحويل العمله والصفقات الخاصه، وبرضو في التطبيق هتلاقيها في الاعدادات التحويل. لما تخش كده على التحويل بيقول لحضرتك انت عايز تحول ايه لايه، اي عمله معاك، اي عمله معاك حولها لدولار وارجع رجعها تاني، بس المهم يكون التحويل ده بقيمه 200 دولار. تعمل تحويل بقيمه 200 دولار ده هيديك برضو فرصتين انك تضغط على الزر، فرصتين. ده غير طبعا زي ما قلت لك انك لما بتخش كل يوم بتاخد فرصه. هتعمل تداول هتاخد فرصه او فرصتين، هتعمل تحويل هتاخد فرصتين، هتعمل ايداع ب 100 دولار هتاخد فرصتين. فدي الطريقه اللي حضرتك تزود بيها الفرصه بتاعتك او الفرص بتاعتك في انك تضغط على الزرار. فالحقوا وشاركوا في المسابقه. انت ممكن ربنا يكون كاتب لك الخير وتكسب ال5 قطع BNB. يعني زي ما احنا شايفين دلوقتي في ناس بتضغط على الزرار، لو وصل لحد 0 من غير ما حد يقطعه هياخد ال5 قطع BNB. اهو بصوا نزل لحد 50 ثانيه ورجع عاد تاني عشان في واحد ضغط على الزرار. يبقى لازم انت تضغط على الزرار وفي خلال الدقيقه دي محدش يلحق يضغط على الزرار بتاعك. فانت ونصيبك. فكر في حاجه تعملها بحيث ما تضغط على الزرار ما يكونش في حد موجود في المنصه او في اللعبه دي، فانت يكون من نصيبك ال5 قطع BNB اللي سعرهم فوق ال 2500 دولار. بالنسبه لبوت باينانس زي ما قلت لكم هسيب لكم رابطه في الوصف، حاولوا تدخلوا عليه مره واثنين وثلاثه لحد لما يفتح، وبعد كده ان شاء الله انا هعمل لكم فيديو مستقل عن البوت وشرحه وطريقه اللعب في البوت بشكل كامل. لو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.